اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الفقره الثانيه من الملعب، برنامجنا اليومي الرياضي. النهارده هنعمل تحليل لمباراه اليوم في كاس العالم 2022، وكمان هنعمل تحليل للفرق والمجموعات بشكل كبير مع ضيفي الكريم الناقد الرياضي استاذ اشرف صوف. استاذ اشرف، منور. اهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ كله الحمد تمام؟ لله يا فندم، الحمد لله. جاهز نبتدي على طول؟ يلا سخن سخن يلا كده، يا فندم. سريع سريع. يلا يا فندم. طيب، النهارده احنا شاهدنا كلنا المباراه الاولى في افتتاح مونديال 2022 بين الدوله المضيفه والاكوادور، وقدرت الاكوادور انها تفوز بهدفين لا شيء، صناعه فالنسيا. وكان في هدف من ضربه جزاء لم يحتسب سوري، كان في هدف اولاني لم يحتسب للتسلل. حضرتك شفت المباراه ازاي؟ يمكن بس عايز اقول الاول، يمكن طبعا دي اول مره المباراه او البطوله تقام في دوله عربيه او في قاره اسيا بشكل منفرد في قطر، ويمكن دي للمره الثالثه بقى ان الدوله المنظمه بتشارك للمره الثالثه. يمكن كان في قبل كده اوروجواي سنه 30، ايطاليا 34، ولكن يمكن النهارده كانت قطر رغم الاستعدادات الكبيره والكل كان توقع يعني حتى مباراه يبقى فيها شيء من النديه، ولكن يمكن فوجئنا بتراجع شديد من المنتخب القطري، يمكن باستثناء هجمه بس يمكن في الدقيقه الاولى، لكن شفنا تراجع رهيب وغير مبرر. يمكن الكل يعني توقع ان المنتخب القطري او لعيبه المنتخب القطري هيستغلوا بقى عامل الارض والجمهور والدفعه المعنويه، ولكن اعتقد يمكن الاجواء الكرنفاليه واجواء الافتتاح اثرت على اللعيبه. اعتقدوا ان المباراه يمكن مباراه وديه او مباراه يعني شيء كده مهرجانيه، ما ادتش الشكل اللي فيها الشيء من الجديه والحماسه اللي تؤدي ان ده منتخب يعني ربما يتوقع الكثير ليه ان هو حتى يبقى دور ال 16. اعتقد المنتخب القطري فرط في اكبر واسهل الفرص ان هو يحرز اكثر من يعني 3 نقاط، خصوصا ان المباراه القادمه هتكون ليه مع المنتخب السنغالي مع القوي. السنغال وهولندا، ده فريق بالظبط، وبعد يعني كده مجموعه كده قويه جدا هولندا. يعني. هولندا برضو يمكن من الدول برضو المرشحه، عايزين نقول حتى يمكن الدوري حتى يمكن نصف النهائي، ما بلاش نقول حتى يعني او المربع الذهبي. اعتقد المنتخب القطري وضع نفسه في مأزق صعب جدا وفرط في فوز او في مباراه ربما تحسن من اوضاعه. اعتقد كده يعني بالشكل اللي احنا شفناه قطر ربما يتزايل المجموعه. تمام. احنا شايفين كده، لو نتكلم بقى على المجموعه بتاعت قطر والاكوادور، هي المجموعه الاولى وفيها قطر والاكوادور والسنغال وهولندا. عايزين نمسك فريق فريق كده ونبتدي نفصص كده الفرقه واستعداداتها والاحصائيات اللي عليها. حضرتك عامل شغل عالي جدا، فيا ريت نبتدي نشتغل. يمكن طبعا المرشح الاول لتصدر المجموعه المنتخب الهولندي طبعا بتاريخه الكبير ونجومه الكبار ومشواره الكبير في كاس العالم. يمكن وصافه المجموعه يمكن بتتارجح بقى، كان المفروض بقى ما بين المنتخب السنغالي والمنتخب القطري. المنتخب القطري طبعا بصفته صاحب الارض والجمهور، الحماس بقى الموجوده عند او الرغبه اللي كانت المفروض عند اللعيبه. وكان الكل يتوقع ان منتخب الاكوادور في المركز يعني هيجي تزايل المجموعه، خصوصا ان دي المشاركه الرابعه ليه، حتى مشاركاته حتى حديثا يعني بدايه مشاركات المنتخب الاكوادوري كانت في 2002، مش من قديم قوي يعني. ولكن اعتقد كده المجموعه هتكون مجموعه سخنه، يعني التوقعات فيها هتكون صعبه. يمكن زي ما قلت لحضرتك يمكن المنتخب الهولندي يعني صاحب النصيب الاكبر في التوقعات او في الترشح بصداره المجموعه. اعتقد كده السنغال هيجي في المركز الثاني مع منافسه شديده مع منتخب الاكوادور، وقطر في المركز الرابع. عايزين نقول برضو يعني في بعض الاحصائيات بتقول اهداف الاكوادور الخمسه الاخيره في كاس العالم كلها جت عن طريق انر فالنسيا. بالظبط، كان 3 اهداف. في 2004. بالظبط اتفضل. كده. لا يعني كان ليه 3 اهداف، يمكن حتى ليه هدفين في مباراه واحده وهدف. هو يمكن كده هو هداف المنتخب الاكوادوري بقى على مر تاريخه. يمكن الاكوادور لعبت قبل كده 10 مباريات في كاس العالم في 3 مشاركات، يمكن بطولتين ما صعدوش من دور المجموعات، مره واحده بس، هي مره وحيده اللي هم صعدوا لدور ال 16. ولكن منتخب فاجئنا النهارده يعني. أيوة. خلينا نقول ان هو من المفاجات ابتدت بدري في البطوله. خلينا نقول كمان ان في بعض الاحصائيات بتقول ان لاول مره في التاريخ الهدف من ضربه جزاء في كاس العالم من اول بدايته. الكلام ده حقيقي؟ بالظبط كده. يمكن اول مره يكون يعني الهدف الافتتاحي في نسخه من نسخ كاس العالم يبتدي بضربه جزاء زي ما قلت لحضرتك. يمكن كان في بعض يعني نجوم المنتخب القطري، يمكن حسن الهيدروس كان قال ان هو بيتمنى ان هو يكون صاحب هدف يعني منتخب اول هدف لقطر في كاس العالم وصاحب اول هدف في البطوله، ولكن ما فيش توفيق للمنتخب القطري النهارده، واللعيبه ما ادتش بشكل كويس. فطبعا راحت يعني الرقم القياسي ابتدى بقى يروح للمنتخب الاكوادوري يعني، وفالنسيا بالتحديد. صحيح. طب تعالى نمسك فريق فريق كده ونشوف مين اكتر لاعب شد او لفت انتباه حضرتك او جذب الانظار في هذه المباراه. لو اتكلمنا عن قطر، في لعيب معين شد انتباه حضرتك مثلا؟
والله ما للاسف لعيبه قطر كلهم كانوا خارج نطاق الخدمه، كلهم كانوا يعتبر في الدي اوف بتاعهم، ما شفناش فيهم حد يعني ملفت للنظر. يمكن اكرم عفيف يعني ربما يكون بعد يعني كان عمل هجمه كده عنتريه او حاجه في الشوط الثاني، يمكن لان يعني الشوط الاول المنتخب القطري كله لم يتجاوز منتصف الملعب، ما فيش اي هجمه، ما فيش تمركز صحيح، ما فيش جمله تكتيكيه، ما في يعني لا شفنا دفاع ولا هجوم، حتى كل اللعب كان بطريقه عشوائيه يعني بيفتقدوا يعني ويفتقروا لابسط درجات التكتيك يعني مش عارف. لا ولكن بالنسبه طبعا للمنتخب الاكوادوري هو فالنسيا طبعا هو صحيح. نجم الشباك وهو الهداف، وممكن يعني بديها سخن سخن كده هدفين على طول كده، يعني هيبتدي ولو كان ينافس بقى. الاولاني الهدف الاولاني الهدف اتحسب كان الاولاني يبقى كان يبقى هاتريك. هاتريك ويعمل اه. هاتريك، ويمكن كان يبقى اول هاتريك في المباراه الافتتاحيه في كاس العالم، يعني كان هيعمل يعني ايه القاب كان كتير. يبقى ويمكن ريكورد يعني. اه. واعتقد ان الهدف ده يعني انا من وجهه نظري انا الشخصيه ان الهدف ده صحيح بنسبه 100%. ما اعرفش ليه الفار يمكن تدخل، رغم ان يمكن هي المره الوحيده في اللقاء اللي دخل فيها الفار، ولكن انا شايف يعني ما اعرفش، انا مش شايف ان فيها اي تسلل خالص، يعني حتى من لا من بعيد ولا من قريب ولا مش عارف، بس تمام. دي وجهه نظري يعني. حضرتك مش شايف ان فريق الاكوادور في الشوط الثاني رتمه هدي؟ حسيتش انا ان في حميه ان هو يزود النتيجه مثلا؟ الغريب ان يعني في الدقيقه، يمكن الهدف الاول جه في الدقيقه 16، الهدف الثاني في الدقيقه 31 32، يعني في اول نص ساعه كانت اكوادور متقدمه 2-0 غير الهدف الملغي اللي احنا قلنا عليه. اعتقد كانت في امكانها ان تنتهي الشوط الاول ينتهي 3 و4. كمان توقعنا كلنا ان الشوط الثاني ربما هيزيد بقى غله الاهداف، ويمكن نوصل لرقم 4 و5 ونشوف بقى الاهداف الغزيره. ولكن فاجئنا المنتخب الاكوادوري ان هو ترك الاستحواذ الوهمي بقى للمنتخب القطري في نص الملعب، وكانوا كده بيلعبوا كده بالشوكه والسكينه زي ما بيقولوا، كانوا بيوفروا بقى جهدهم الراجل ضمن خلاص بالظبط المكسب كده. وخرج خصوصا ان النقط شفنا بتاعته. كان في برضه عنف شديد من لعيبه المنتخب القطري امام المنتخب الاكوادوري، بدليل ان المباراه انتهت ب5 انذارات او كروت صفراء لصالح المنتخب القطري. وطبعا دي حاجه كبيره قوي ان في اول مباراه وعلى ارضك تاخد 5 انذارات، فدي كتيره. فاعتقد ان الراجل ذكي جدا مدرب الاكوادور، ساب لهم زي ما قلنا كده الاستحواذ الوهمي ان هم ينقلوا كوره في نص الملعب، خلاص بريح لعيبته اطمن بقى، ابتدى يجرب حتى يعني بعض النجوم الصغار. شفنا التبديلات معظمها نجوم صغار، يعني صغار، لعيبه صغار في المنتخب الاكوادوري بياخدوا فرصه بقى، بياخدوا مشاركه، بياخدوا اجواء، بيتعودوا على الاجواء الموندياليه والمباريات. فاعتقد طبعا يعني دي كانت استراتيجيه مدرب يعني. تمام. طيب، بكره في مباراه بين لويس فان جال واليو سيسي. اه شايف الكفه رايحه فين؟ لا طبعا المباراه مش سهله بالمره. يمكن يعني اليو سيسي مدرب شاب، مدرب ليه بصمته في القاره الافريقيه دلوقتي مع المنتخب السنغالي. يمكن الراجل لعب مرتين نهائي افريقيا 2019 و2021، فاز في البطوله، يملك فريق يعني، ولكن برضه مهمته يعني قدام بنجال صعبه، اكيد صعبه. صعبه هل جدا. غياب ساديو ماني ممكن ياثر على فريق السنغال؟ طبعا مش بس قدام هولندا، في طبعا بقيه طبعا في بقيه المشوار، خصوصا دلوقتي زي يمكن لسه سامعين في الاخبار في مقدمه الحلقه انه خلاص تم استبعاده بشكل رسمي بقى من صحيح. البطوله، واستبداله باحد اللاعبين حتى وان كان لاعب مدافع. فكده خلاص كده اعلن بشكل رسمي استبعاد او عدم مشاركه ساديو ماني بقى في طريق في مشوار البطوله. يمكن كانت في اقاويل بتقول في الاول كان ان احتمال هو يجي في ربما يجيب النص عن او كده. مباراه اه. او مباراتين او يلعب بقى في حاله تاهل السنغال لدور ال 16 ان هو يكون يشارك. ولكن ساديو ماني بالنسبه للسنغال بيعادل محمد صلاح بالنسبه لمنتخب مصر ايقونه، يمكن نفس الظروف اللي كانت بتمر بيها مصر في كاس عالم 2018 لما اصيب برضو محمد صلاح في أيوة. نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد، وغاب يمكن على اول مباراه او ثاني مباراتين. فاعتقد برضو ان ساديو ماني حتى معنويا غير حتى فنيا هو راجل لاعب كبير وراجل احسن لاعب في افريقيا، يعني بيلعب في اكبر الانديه الاوروبيه من ليفربول للبايرن. لا لعيب كبير، واعتقد طبعا هو ايقونه المنتخب السنغالي ومعشوق الجماهير السنغاليه والافريقيه بشكل عام. فاعتقد طبعا تاثيره ده هيكون تاثير كبير قوي، برضه هيبقى فيه شيء من الاحباط بالنسبه حتى لزملائه كمدربين او حتى الجمهور السنغالي. ايوه. فاعتقد هيكون ممكن دي هتكون يعني نقطه سلبيه او عامل سلبي في مشوار المنتخب السنغالي. شايف السنغال ممكن توصل لفين؟ يمكن السنغال بس يعني مباراة يعني مباراة هولندا دي هي يعني نقطة فاصلة مباراة بالنسبة لهم. حازمة. يمكن لو هم قدروا ان هم يعني يطلعوا بنتيجة إيجابية او على الاقل تقدير التعادل، يعني اعتقد ان هم يضمنوا الى حد كبير يعني ان هم يوصلوا حتى يقدروا ينافسوا حتى هولندا على المركز على وصافة على صدارة المجموعة، او على اقل تقدير يكونوا ان هم وصيف المجموعة يصعدوا مع المنتخب الهولندي. هل تتخيل ان لويس فان جال والطواحين الهولنديه
هتسمح في المباراه الاولى بتاعتهم اللي هم لازم يسيطروا ويبينوا للعالم كله ان هم جامدين قوي عشان خاطر يتصدروا المجموعه، ان هو ممكن يطلع بتعادل او هزيمه في هذه اه طبعا. المباراه؟ يمكن دلوقتي الكرة اختلفت عن العالم، خصوصا يمكن احنا عندنا في الخريطة الإفريقية متغيرة بشكل كبير جدا عكس الخريطة الكرة في أوروبا. خريطة أوروبا القوى الأوروبية يعني إيه، أو شبه ثابتة. عارفين بقى القوى الكبيرة ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، دول يعني القوى العظمى بقى اسبانيا. خلاص. دول ثابتين بشكل ثابت، حتى متغيرات بشكل ضعيف. عكسنا احنا بقى هنا في افريقيا، يمكن برضو عندنا القوى العظمى متأرجحة. يعني بنشوف برضو بيجي وقت على الكاميرون بتبقى الكاميرون بعيده قوي، المغرب هكذا، مصر برضو بعيد، بنشوف غانا مره، نشوف مره السنغال، بنشوف نيجيريا مره في عصرها الذهبي زي 94، بنشوف صحيح. غانا مثلا زي 2006، بنشوف الكاميرون زي 90. ولكن احنا عندنا متغيرات، بنشوف فرق صغيره طالعه جديده، جنوب افريقيا بتظهر هو في بتكسر لسه حاجه الدنيا. اسمها فرق صغيره وفرق كبيره؟ لسه طبعا في، معقوله؟ خصوصا في افريقيا بنشوف فيه طبعا، لان طبعا يعني يمكن الكلام ده ما مش هنشوفه او ما بيحصلش في اوروبا، في امريكا اللاتينيه. لان طبعا الناس دي، خلينا نكون يعني صرحاء مع انفسنا، الناس دول متقدمين وواقعيين ومنطقيين. يمكن احنا عندنا برضه لسه بتحكمنا برضه بعض المشاكل، او بتؤثر فينا بعض المشاكل من الاهواء والمصالح الشخصيه وبعض الجهل وبعض المواريث القديمه. يمكن ده بنشوفه في مشاكل كتير. ما زالت افريقيا بتعاني برضو في اختياراتها للعيبه، في المدربين، في بعض المصالح، مشاكل التحكيم. يمكن بنشوف برضو في بعض المباريات او البطولات بتؤثر في نتائجها، برضو التحكيم بيلعب دور لصالح حد معين، الصعود لبطوله او الخروج من بطوله او اسناد تنظيم لبطوله. فاعتقد لا، لسه في افريقيا في فرق صغيره وفرق كبيره. وان كانت الموهبه الافريقيه هي بتكون صاحبه الكلمه العليا بقى على الاحداث. يمكن ربما نشوف الفروقات الفنيه للعيبه الافريقيه بقى، يمكن هي دي اللي بتصنع الفوارق. يمكن زي ما شفنا يمكن في اكتر من حدث قبل كده. يمكن شفنا في افتتاح كاس عالم 90 المباراه الافتتاحيه كانت ما بين الكاميرون والارجنتين، اللي كان حامل اللقب، وفاجئتنا الكاميرون بالفوز على الارجنتين بقياده مارادونا في الوقت ده. كمان حققتها منتخب السنغال اللي بنتكلم عليه في المباراه الافتتاحيه امام فرنسا في بطوله 2002 في كوريا واليابان. استطاعوا برضو ان هم يعني يقصوا او يعني يهزموا البطل في المره الافتتاحيه فرنسا. منتخب فرنسا كان حائز على بطوله 98 في 2002 في الافتتاح. المنتخب السنغالي طبعا منتخب الحاج ضيوف وعبد وكمارا عمل. فاعتقد ان المنتخب السنغالي مش بعيد انه يقدر يحقق نتيجه ايجابيه. واعتقد يعني زي ما قلت لحضرتك، انا عن توقعي الشخصي لا يعني مش مستغرب ان ربما تفوز السنغال، او على الاقل التقدير يحصل تعادل، وتعادل ايجابي كمان يعني. طيب سؤال، هل مباراة السنغال وهولندا هتبقى مباراة تكتيكية ولا هنستمتع بالأداء من اللاعبين؟ الاثنين. بص حضرتك، دلوقتي احنا في المهرجان، او في يعني في المعرض بقى، كله بيعرض بقى اوراقه، بيعرض نفسه، سواء بقى حتى كاتحادات، او على المستوى الاداري، او على المستوى الفني، او مستوى اللاعبين ذات نفسهم. يعني كل مدير فني طبعا، كل المنتخبات دلوقتي الكره زي ما قلنا اتغيرت دلوقتي، وخريطه الكره اتغيرت في العالم. فكل المدربين دلوقتي مثقفين ومتعلمين، عندهم الخبرات الكبيره، سواء حتى معظم اللعيبه الافريقيه محترفين في اكبر الانديه الاوروبيه. لسه بنقول على ساديو ماني ومحمد صلاح. يعني الخريطه او اللعيبه الافريقيه منتشرين يعني بشكل كبير جدا في معظم الانديه الكبرى في العالم. عندهم من الخبرات بقى والممارسه والتمرس، ان هم يعني يواجهوا، او المواجهات دي خلاص عدت عليهم كتير. فاعتقد ان هنشوف بقى يعني الوعي التكتيكي العالي قوي قوي قوي، المستويات الفنيه خصوصا كمان من اللعيبه، سواء من المنتخب السنغالي او المنتخب الهولندي. لا، هنشوف مباريات ممتعه فيها كل حاجه في كره القدم. تمام. طيب لو بصينا كده على المجموعة دي، تعالى نتخيل بعض السيناريوهات كده. دلوقتي الإكوادور أول المجموعة بعد فوزها على قطر. بكرة في سيناريو، 3 سيناريوهات ممكن تحصل. يفوز هولندا على السنغال، وده هيشقلب العكس، المواضيع. يفوز السنغال على يفوز هولندا، السنغال على هولندا، يا يا اما إما تعادل التعادل. الاثنين. تمام. طيب في حالة فوز، نبتدي واحدة واحدة. فوز هولندا على السنغال والإكوادور كده متسيد ب3 نقاط. تمام. هل الصراع هنا هيبقى بين هولندا والإكوادور، ولا فرص السنغال انها تعود عن طريق قطر والاكوادور قائمه؟ الحته الاخيره بتاع حضرتك دي تمام، اللي هي لسه فرص السنغال تبقى قائمه، خصوصا ان المباراه الثانيه هتجمع ما بين الاكوادور وهولندا. يعني في حاله فوز هولندا هتبقى هولندا 3 نقاط، الاكوادور 3 نقاط.
هيتقابلوا مع بعض. اعتقد كفه المنتخب الهولندي هتكون ارجح، هيقدر المنتخب الهولندي ان هو يكسب المنتخب الاكوادوري. كمان المنتخب السنغالي هي برضه هيكون عنده شراسه ان هو يعني يفوز على المنتخب القطري ويرجع تاني ويكون له حظوظه، يعني يحاول يرجع حظوظه تاني. وتبقى المباراه بقى الاخيره هي الفيصل في يعني تحديد بقى بطل المجموعه ووصيف المجموعه، اللي زي ما قلت لحضرتك التوقعاتي ان هي هتكون ما بين المنتخب الهولندي والمنتخب السنغالي. تمام. وفي حاله التعادل؟ برضه هيكون نفس السيناريو، خصوصا ان يعني كده هتبقى يعني الحظوظ يعني شبه متساويه ما بين المنتخب الهولندي والمنتخب السنغالي، لانهم هيكونوا الاثنين في نفس رصيد النقاط بنقطه واحده. وطبعا المباراه القادمه هتكون هي الفيصل. ولكن انا ما زلت مصمم ان يعني بشكل كبير يعني هولندا والسنغال هولندا والسنغال. اه مش شايف ان الاكوادور ممكن تخلق المفاجاه هنا مع السنغال؟ ما بص، ما يعني مش عايزين ننخدع بنتيجه اللقاء النهارده. احنا قلنا ان المنتخب القطري بس احنا ما كان شفناش يعني، هو لم يكشر عن انيابه الاكوادور بشكل رسمي. هو الراجل كويس. نزل اشتغل جاب الجونين وهدي. ما شفناش فريق نقدر نحكم عليه بشكل كبير قصاد انا الفرق اتفق مع الكبيره. حضرتك استاذ حاتم برضو ان احنا برضو يعني ايه ما نحكمش الحكم السريع او نبقى متسرعين في حكمنا او بناخد بالبلدي كامل على الوش. ولكن برضو خلينا نقول يعني المنتخب الهولندي منتخب ليه ثقله وليه وزنه، ليه تاريخه الكبير، مشاركاته الكبيره قوي، اكتر من مره لعب نهائي البطوله يعني. لا وطبعا المنتخب السنغالي فريق منظم، فريق كبير، بطل افريقيا، يعج بالنجوم الكبار اللي منتشرين في القاره الاوروبيه في اكبر الانديه. ولكن يمكن زي ما قلنا لحضرتك النهارده يمكن الفوز مش عايزين برضو ننخدع في الفوز ونصنف المنتخب الاكوادوري ان هو منتخب قادر ان هو يوصل لبعيد في البطوله. زي ما قلت لحضرتك النهارده المنتخب القطري فاجئ الكل ان هو يعني ايه رمى الفوطه من بدري، مسلم قوي من اول الدقيقه 2 3 الهدف اللي هو من اللي الغي بدعوى اه التسلل. وحتى بعديها كنا توقعنا ان المنتخب القطري بقى هيفوق ويبتدي يعني يكون ليه هجمات او ليه شكل او حتى يعني. ولكن فوجئنا ان هو بتراجع شديد غير مبرر مش مفهوم. يمكن الكل بيتساءل على يعني رغم ان زي ما قلت لحضرتك كده المفروض ان المنتخب القطري يعني يستفيد من الارض والجمهور والاجواء، فتره الاعداد الطويله اللي تعدت 8 سنوات. ده اكتر منتخب اعد في التاريخ، يمكن معاهم مدرب 8 سنوات، دي ما حصلتش يمكن غير مع المنتخب الالماني اعتقد، اللي عندهم مدربين بيستمروا سنوات طويله كده. تمام. مش هنرجع بقى نتكلم تاني على الهدف الملغي الاولاني احنا وانها تبقى اتكلمنا هاتريك. واعتقد بس هو الكل فكره شافه فكره هاتريك كانت هتبقى قويه جدا في المباراه بالنسبه الافتتاحيه كمان، لفالنسيا. جديده كمان في المباراه الافتتاحيه ايوه. كمان يعني دي فالاولى كان هيبقى رقم جديد او اول مره يحصل في مباراه افتتاحيه ان يكون فيها هاتريك. تمام. طيب يبقى بشكل عام كده حضرتك بتقول ان هيبقى او يمكن اهو التقنيه الفار بتبين يبقى ايه ده، يعني ما نص هو رجل هقول لك بقى مثلا الكتف والكتف الحاجات دي. والميلان ما هي والحاجات للاسف دي الحاجات دي في القانون يعني اه مثلا. ماشي، ما كلنا اه معترفين ولكن برضو يعني يمكن اوفسايد برجله يعني، في يعني المشط رجله ثابت وقدام سابق. آه اعتقد ده بيتطبق في الدوريات الاوروبيه يعني بشكل كبير، بيجيبوا وكمان التقنيه يمكن دي دلوقتي بقى. هنشوف كمان التقنيه اللي يمكن التقنيه الحديثه دي بقى بتاعه التسلل، يمكن برضو دي لسه هتطبق لاول مره في كاس عالم قطر 22 اللي هي بتجيب شبه التسلل. يمكن ايوه. دي بتطبق لاول مره، يمكن ربما هنشوف يعني بقى حتى يعني ساعات بتبقى الراجل نيته كانت ايه، اه يعرف ان بالنيه حاجه لسه ده بالنيه حاجه جديده دي تمام. يبقى كده بشكل عام المجموعه الاولى تنحصر بين هولندا والسنغال. والسنغال وفقا لكلام حضرتك. تمام. طب نروح المجموعه الثانيه، انجلترا، ايران، امريكا، ويلز. مجموعه سهله ولا صعبه؟ ملعبكه اه يعني مجموعه سهله لمين وصعبه لمين مش يعني؟ عارف يعني انجلترا مثلا المفروض ان هي كده بالتاريخ بقى والاحصاءات والارقام والكلام من ده في الصداره. ايوه. نقول مثلا المنتخب الويلزي طبعا في جاريس بيل، في اكتر من نجم كبير برضو يعني الكره اللي هي الانجليزيه برضو عندهم حظوظهم قائمه. منتخب برضو يعني هو منتخب بيغيب يعني عن بطولات كاس العالم بفترات كبيره قوي، بيشارك حتى يعني على استحياء زي ما بنقول، ولكن تبقى حظوظه قائمه. يمكن المنتخب الايراني منتخب عتيد شويه، ايوه. متمرس، يمكن يعني فاز اكتر من مره ببطوله اسيا، فريق بيضم نجوم، شارك اكتر من مره يعني شارك مرات عديده في كاس العالم. يمكن المنتخب الامريكي يعني متذبذب يعني شويه فوق مرات وشويه بنشوفه تحت. كده بيقدم ما كناش مستويات. نعرف عنه حاجه الاول التسعينات تقريبا، بعد هو كده مشاركه ابتدينا 90 نشوف. يمكن 90 كانت ليه مشاركه يعني كويسه في كاس العالم ايطاليا 90، نظموا البطوله في 94 وبرده كانوا يعني الى حد ما. اختفى بعد كده المنتخب الامريكي بقى من منتخبات المستوى الثالث والرابع، يعني كل البعد عن حتى الترشيحات لدور الثمانيه حتى. ولكن لسه من المفاجآت، واعتقد يمكن البطوله وصافه المجموعه دي
يعني بالمنطقيه كده، بالمنطق بتقول انت طبعا ما بين انجلترا والمنتخب الويلزي، يمكن هم دول اقرب شويه انجلترا وويلز. حتى لو جه مش بعديهم شايف ايران هيجي ممكن تعمل؟ منتخب ايران. شايف ايران ممكن يمكن تعمل مفاجاه ما لسه مثلا؟ بقول لك منتخب ايران هيبقى عنده حظوظ اكتر من المنتخب الامريكي، ان هو حتى يمكن ينافس على وصافه المجموعه. هيكون ايران اكتر من المنتخب الامريكي. تمام. طيب خلينا نروح للمجموعه الثالثه. عندي الارجنتين والسعوديه والمكسيك وبولندا. نفسي اشوف السعوديه طبعا، صعب، بس يعني عشان الامكانيات برضه بتقول ايه؟ نكون واقعيين اه برضه. يعني حضرتك بتتكلم في يعني في منتخبات يعني تقيله قوي قوي قوي. يعني المكسيك ليها باع طويل طبعا. في كاس العالم، نظمت البطوله مرتين قبل كده. يعني آه، لا السعوديه يعني حظها وحش، يعني في مجموعه يمكن صعبه شويه، يمكن يعني يعني مش هتقدر على حتى، يعني حتى لو قلنا حتى على المركز الثاني وصفه المجموعه هيبقى صعب، يعني المنافسه صعبه عليها قوي يعني. بس مين عارف، ساعات كده في يعني الرياضه بشكل عام في مباريات بيبقى ليها ظروف معينه، ممكن الدنيا تتشقلب في حته معينه، تحس إن ما يبقاش متوفقين، الفريق القوي مثلا ما يبقاش في هارموني بينهم. يمكن الدنيا شفنا. انا اتفق مع حضرتك يا استاذ حاتم، يمكن السعوديه في اول مشاركتها في كاس عالم امريكا 94 يمكن فجرت المفاجات الكبرى وصارت لدور ال 16. يمكن يمكن استطاعت انها تهزم المنتخب المغربي الشقيق. ايوه. اللي كان المغرب والدعاء يوميها كمان كان عامل شغل يمكن فظيع، كان شال كور كتير المغرب جدا. دي كانت ليها باع طويل في كاس العالم. اه السعوديه كمان صراحه تكسب بلجيكا في برضه كانت في بدهم نجوم كبار، الهدف المارادوني ايوه. بتاع سعيد عويران. برضه يمكن كسبت ماتشين وعدت الدور ال 16 في اول مشاركه ليها. ويمكن يعني وكانت دي كانت مفاجاه. ولكن برضه آه، المنتخب السعودي مش في يعني مش في افضل حالاته، مش في خصوصا مع الارجنتين برضو، المكسيك وبولندا، يعني ثلاث فرق بولندا تقيله. كمان بقى احنا عارفين تقيله فيها قوي. ايه بقى. بولندا واخد اه بالك، يعني ليفاندوفسكي طبعا يعني نجم كبير، احسن لاعب اوروبي، ويعني من اللعيبه الكبار في العالم، احسن اثنين ثلاث لعيبه في العالم. الارجنتين طبعا من المصنفين الثلاثه او الاربعه فيها احسن الكبار. لعيب في العالم. اه ميسي، ولكن كمان غير ميسي كمان الارجنتين يمكن يعني مصنفه يمكن في الثلاثه الاوائل في العالم. يمكن الكلام كله بينحصر ما بين الارجنتين واحنا من اول ما والبرازيل وعينا طبعا. على على الكوره الكوره، طبعا هي برضو الارجنتين والبرازيل الارجنتين موجودين في طبعا اي حاجه، بالظبط كده طبعا. والباقي بقى حط رص زي ما انت عايز الباقي بالظبط بقى. كده بالظبط كده يا أستاذ حاتم طبعا. فاعتقد يعني يعني صعب ان هي يعني لو خرجت من المكسيك هتتقابل بولندا، ومن بولندا على الارجنتين. فاعتقد حظوظ السعوديه اهو صعبه جدا نتمنى لهم جدا. التوفيق يا رب، مين ونتمنى عارف. طبعا مين لكل عارف. المنتخبات العربيه اولا ثم المنتخبات الافريقيه كل التوفيق. ولكن طبعا احنا بنحلل بقى كوره وبنقول يعني بنتكلم الكلام المنطقي، فنيات. بنتكلم في فنيات. الفنيات. طيب ولازم نكون واقعيين يعني. خلينا واقعيين بقى، مين؟ ارجنتين، مكسيك، بولندا، سعوديه. يبقى نقول الارجنتين صداره المجموعه. ايوه. وصفت المجموعه هتبقى المنافسه قويه ما بين المكسيك وبولندا. وان كنت يعني اتوقع يعني المنتخب البولندي يكون صاحب المركز الثاني، المكسيك الثالث، السعوديه الرابع. تمام. فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس، ودي المجموعه الثالثه. مفاجآت طبعا في فريق الديوك. بنزيما مش هيشارك، وديديه ديشان ما جابش حد مكانه، قال لك انا مكتفي باللعيبه اللي عندي. يمكن دي مفاجاه برضو. يمكن المفروض حتى كل يعني كل المنتخبات بتكمل قوائمها في حاله حتى يعني حتى تبع لوائح الفيفا. في حاله استبدال لعيب مصاب وتقرير طبي بيطلع من اللجنه الطبيه في الفيفا ان هو من حق اي منتخب ان هو يعني يستفيد بلاعب تاني. ما اعرفش دي يعني فاجئنا ليه، او ربما يمكن يعني نسمع بقى بكره او او ممكن يجيب بعده. حد لسه قدامه، ستيل الدنيا بالظبط كده. مفتوحه يعني، لسه اللي هو بيدور كده مثلا او بيفكر. ولكن يمكن هو عنده قوام يعني الفريق خلاص هو شايف ان هو مش محتاج حد. مجموعه طبعا يعني فرنسا من ضمن المرشحين يعني من ضمن الاربعه الكبار المرشحين. هي حامله اللقب كمان للبطوله النسخه الاخيره 2018 في روسيا. ولكن انا شايف ان تونس، ورغم ان تونس يعني المنتخب بتاعها مش زي العصور السابقه. يعني يمكن برضو بعض الاسماء اللي فيه مش بالقوه الكبيره قوي. يمكن كان في بعض الفترات او بعض المشاركات السابقه لتونس كانت بتضم نجوم كبار. يمكن كان الجيل الذهبي بتاعها في 78 عتوقه وطارق دياب وبن يحيى والعقربي طبعا. وغيرهم، وكان اللعيبه الكبار. حتى جيل شكري الواعر وغيرهم من اللاعبين. ولكن تونس عندها فرصه لو لعبوا بقى بالروح وبالاداء. خصوصا برضو عندهم اكتر من نجم. يمكن عندهم طبعا النجوم المحترفه في الدوري المصري علي معلول او سيف الجزيري. كمان عندهم النجم الشاب حنا بعل. عندهم محمد علي بن ناصر. اكتر من نجم تقدر يعني
المساكني كمان عندهم المساكني. شفناهم في كاس العرب لو تفتكر حاجه، بالظبط كده. كانوا كويسين، يعني يعني تفريق حلو. عندهم بس مش مش الجيل الذهبي يعني لتونس، او اللي يعني نقدر نقول ان تونس تقدر، خصوصا ان تونس يعني رغم ان هي اول فريق يعني عربي وافريقي يحرز فوز في كاس العالم، أيوة. يمكن 78 على المكسيك 3-1، ولكن ويمكن المجموعه اللي فيها برضو عندها استراليا برضو. طبعا استراليا طول بتشارك في كاس العالم في ملحق، يعني أيوة. بتضمن المشاركه برضو لانها بتلعب الملحق في الاخر. ولكن تونس لو في شويه شراسه وفي شويه حماس وتصميم، اعتقد تونس تقدر تحتل وصافه المجموعه، تقدر تتغلب على استراليا، هتنافس الدنمارك على المركز الثاني يعني. اعتقد انا شايف كده يعني. وهيك شايف ان استراليا طبعا اقل واحده طبعا. فرنسا يعني مش اقل، ولكن يعني في المتناول بالنسبه لتونس. أيوة. يعني بشيء من الجديه تقدر تونس ان هي يعني تتغلب على استراليا. لو قدرت تونس يعني تفوز بماتش استراليا وتعمل نتيجه ايجابيه مع الدنمارك، اعتقد يعني تقدر ان هي تحجز وصافه المجموعه خلف فرنسا، اللي طبعا بتغرد لوحدها طبعا. بعيدا يعني بغض النظر بقى لو في حصلت مفاجاه ان فرنسا طبعا حاجزه يعني الصداره طبعا. صداره المجموعه هل بشكل كبير. فرنسا ممكن تخلق المفاجاه وتفوز بكاس العالم مش 2022 مفاجاه، وتبقى؟ لا مش مفاجاه. مش مفاجاه. لا ده شيء من المتوقع، الفوز يعني من ضمن الثاني الترشيحات. متوالي. بالظبط كده. لا فرنسا تقدر تفوز، خصوصا طبعا عندها اكتر من نجم. ديشامب راجل يعني راجل مدرب كبير قوي، ده من القلائل اللي فازوا بكاس العالم كلاعب ومدرب. يمكن كان فاز بكاس العالم 98 كلاعب، و2018 كمدرب، يمكن زيه بيكن باور وزجالو. فرنسا فريق كبير، فيها مبابي، فيها اكتر من نجم. يمكن برضو رغم الخساره الكبيره والمفجعه بالنسبه لهم في يعني احسن لاعب في العالم، ولسه حاصل على البالون دور كريم بنزيما، ولكن لا عندها اكتر من نجم وتقدر ان هي يعني مرشحه من المرشحين الكبار يعني. لو فرنسا الدنيا اتشقلبت كده وقابلت ارجنتين، قابلت برازيل في الادوار اللي بعد كده، اقصائيه ممكن طبعا. تعمل معاها ايه؟ لا والله بقى هتبقى طبعا الحاجات دي ما نقدرش يعني نحكم دلوقتي، هتبقى مباريات صعبه بس، ولكن ده لازم نبني بقى توقعاتنا او ارائنا بقى على اللي جاي خلال، حتى خلال مشوار المجموعات على الاقل. يعني هيبان بقى مثلا في دور المجموعات كل فرقه هتكون لعبت 3 مباريات، هنشوف بقى يمكن الظروف ازاي، التكتيك بتاعهم ازاي، اللعيبه ازاي بيعتمدوا على ايه، خطتهم الجديده ايه، الاحداث المؤثره بقى في خلال مشوار البطوله، لعيب طرد، في انذارين، في اصابات حصلت، لعيب يعني المعطيات دي بقى هي اللي بنبني عليها يعني التوقعات او الترشحات لما بنيجي نتكلم عن المنتخب. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على الوضع الحالي، او مبني بقى على التاريخ والاحصاءات والارقام. كمان يمكن على المستوى الحالي دلوقتي اعتقد ان المباراه لو بين الارجنتين وفرنسا هتبقى محتار، يعني اعتقد ان هتبقى 50-50 برضو، نفس الكلام بس بالنسبه. هتستمتع. طبعا، هتستمتع وكلنا جدا. منتظرين المتعه دي بقى. يمكن أيوة. برضو في البدايه ما بنشوفش في خلال دور المجموعات، يمكن رغم كميه المباريات الكبيره، ويمكن كل يوم بنشوف اكتر من 3 مباريات، ولكن بتبقى يعني لعدد المباريات الممتعه بقى والقويه جدا جدا في الاواخر. قليل. لكن من بعد بقى دور ال 16 بنبتدي نشوف بقى ايه بشكل تصاعدي المباريات الكبرى بقى، والحاجات اللي هي زي ما بيطلقوا عليها النهائي المبكر. أيوة. يعني زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي ممكن نلاقي فرنسا والبرازيل، فرنسا وده نهائي والارجنتين، مبكر. الارجنتين والمانيا، اسبانيا وفرنسا. كل المباريات دي بتصنف بقى ان هي نهائي مبكر او دور قبل نهائي مبكر. فاعتقد المتعه دي هنستناها من دور ال 16. طب بالمناسبه بقى، مين من المديرين الفنيين اللي في ال 32 فريق ممكن يجازف ويستعرض قوته في اول او تاني مباراه؟ مين اللي عنده يعني الحته دي ممكن يعملها؟ والله هو ديشامب. اه يمكن هو برضو، خصوصا ان هو يعني جاي وهو بطل، يعني هو حامل اللقب. عنده كتيبة من النجوم برضو كبار. الترشيحات بتصب في صالحه وصالح فريقه، فاعتقد ان هو يعني يقدر يعمل يعني يعمل عرض كمال اجسام زي ما بيقولوا كده في بدايه المجموعات، ان هو كل يعني خافوا مني بقى، بالظبط خافوا انا كده. هنا. بالظبط كده. خصوصا برضو المجموعه بتاعته يعني شايفها اسهل شويه من المجموعات الكتير، يعني برضو تونس بالنسبه لفرنسا اسهل بالنسبه له هو. طبعا. مش بالنسبه للمجموعه ككل. يعني هيقابل تونس، هيقابل استراليا، دول مش الدنمارك ممكن تعقر معاه يعني شويه. بس برضو المنتخب الدنماركي يعني
مش من المنتخبات، يمكن هو طبعا تاريخ كبير، ولكن ملوش يعني مراكز كبرى في كاس العالم، ما عملش حاجات كبيره قوي، مش منور يعني زي ما نقول كده في كاس العالم. فاعتقد لا، المجموعه في متناول فرنسا بمنتهى السهوله يعني. ويمكن حضرتك زي ما قلت يقدر يفرض عضلاته ويستعرض بشكل كبير قوي ويورينا كل مباراه يعني يعني سكواد مختلف، يقدر ايوه، يورينا خطه مختلفه. يغير لعيبته، يغير بالظبط كده، خطته، بالظبط، يستعرض يعني. بالظبط. حقه بصراحه. الراجل حامل يعني اللقب، ما ولا شاء الله يعني. ومعاه كمان تشكيله كويسه يعني. القماشه حلوه. بالظبط كده. القماشه حلوه. اه طيب المجموعه الخامسه: اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، واليابان. مدارس مختلفه، في مختلفه اتنين تماما. قريبين من بعض بس المدارس التانيه كلها مختلفه عن بعض، والاتنين مش قريبين قوي على فكره، وكل واحد ليه طريقته، لكن هم مدرسه اوروبا. بس المنتخب الالماني ليه مدرسه لوحده. ايوه. يعني يمكن المنتخب الالماني يمكن ليه مدرسه لوحده، يمكن بيشبه المنتخب الالماني المجموعه السابقه المنتخب الدنماركي. ايوه. اللي هم يعني عندهم مزيج من الفتنس واللياقه البدنيه اللي عاليه قوي 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 قوي، واللعب القوي كمان مع الفنيات. يمكن المنتخب الالماني تاريخ طويل، يمكن هو برضو يجي مع المنتخب الايطالي في المرتبه الثانيه في اكثر المنتخبات اللي فازت باللقب 4 مرات بعد البرازيل ب5 كمان. هو المنتخب الالماني هو اكتر منتخب في تاريخ البطوله وصولا او لعبا للمباراه النهائيه، لعب 4 مباريات 8 مباريات نهائيه، فاز في 4 واتغلب في 4. يعني اكتر فريق وصل للمباراه النهائيه، يمكن شارك في 3 مرات ورا بعض، مرتين ورا بعض، اكتر من مره. المانيا طبعا تاريخ طويل، ثبات في الاداره الفنيه بشكل غير عادي. يمكن اكتر المدارس اللي على مستوى العالم اللي بنشوف المنتخب الالماني، يمكن المدربين بتوعه بيقعدوا بال10 سنين و16 سنه استقرار فظيع ما و20 شاء سنه، الله. ويمكن اقل مدرب بيقعد بقى 7 8 سنين، ده اللي هو ايه بيمشوه بدري. زي عندنا احنا كده 4 شهور، هم ب7 8 سنين يبقى ماشي بدري المدرب ده، ما طولش معاهم. فاعتقد المدرسه الالمانيه مدرسه صعبه، مدرسه متميزه. كمان عندهم دوري قوي كمان، الدوري الالماني طبعا، بايرن ميونخ طبعا ومونشن أحسن. جلادباخ وفيردر بريمن، يعني اكتر من نادي. لا يعني في المقابل برضو الدوري الاسباني والمنتخب الاسباني برضو، يمكن المنتخب الاسباني بيضم العديد من النجوم، خصوصا يمكن اسبانيا في يعني في حقبه يعني سابقه قريبه كان بطل العالم وبطل اوروبا. يعني مجموعه صعبه جدا. اليابان بقى الماكينات اليابانيه بقى زي الماكينات اليابان دي بقى الالمانيه، تحتها مليون خط. مليون خط. ده لعيبه غريبه، سرعه ولا رهيبه، وكمان ومهاريين وابتدوا جدا دلوقتي بطريقه ياخدوا غريبه. الملاعب الاوروبيه في الانديه الكبرى. يعني ايوه بنشوف بنشوف دلوقتي في الانديه الكبرى فرق لعيبه كبيره. خلاص، يمكن الكلام ده ما كناش بنشوفه هم كانوا الاول. بيذاكروا كرة القدم بقالهم سنين وبيطبقوها. هم يمكن اول ما عملوها الصناعه، يمكن هم اليابانيين، ايوه. يمكن يعني حولوا كره القدم فعلا لصناعه ودراسه، وابتدوا يعملوا بقى عليها دراسات وابحاث فعلا، ويجيبوا لعيبه ويودوا لعيبه ويجيبوا مدربين كبار. لدرجه ان انت بتشوف لعيبه فعلا في ف... اقوى ف... الدوريات اللي في اوروبا. بالظبط كده، لعيبه اه. يابانيين. ما تخافش منهم دول؟ فريق لا اليابان ما يعني تخافش منه؟ لا يتخاف منه، اه. لا يتخاف منه، ولكن هو برضو حظه عسر برضو ان هو في مجموعه ناريه برضو. يمكن المنتخب حتى المنتخب الكوستاريكي من الضيوف شبه الدائمين، بيستفيد طبعا من التواجد الكبير للعدد المسموح، او لقاره امريكا الشماليه وامريكا اللاتينيه، ايوه. يبقى عندهم عدد كبير قوي. فهو ضيف يعني شبه دائم على المونديال كوستاريكا. يمكن هو ابعادهم يعني. لا انا شايف انه برضو يعني مجموعه صعبه قوي. يعني المانيا واسبانيا يعني ممكن نلاقي مفاجاه من اليابان، انا ده يعني هم توقعاتي دول يعني. الاسمين اللي هم اللي قلبك رايح لهم. بالظبط صح، كده. انت طبعا متعود ان انت تشوف اسبانيا والمانيا. ده نهائي مبكر. صح يعني ده كده. برضو مباراه يعني في دور المجموعات، يمكن دي اول مباراه في دور المجموعات يطلق عليها بقى نهائي مبكر. يمكن كنا بنشوف الكلام اللي لسه بنتكلم من دور ال16، دور الثمانيه، ايوه. لكن دي في دور المجموعات اعتقد ان دي طبعا. واحنا هنقعد نلف نلف وهنلاقي في الاخر النهائي المبكر دايما اللي هنتكلم عليه هيبقى اه يا من اوروبا يا امريكا بين اوروبا وامريكا امريكا يعني حاجه كده لكن يعني. لكن نفسي اشوف حاجه افريقيه كده. والله كنا قريبين في كذا مره. اه. يمكن السنغال كانت قريبه، غانا كانت قريبه، نيجيريا، الكاميرون في كام. 90. يمكن هم دول اكتر المنتخبات، 4 منتخبات الافارقه اللي هم يمكن المغرب يعني دور ال16، الجزائر دور ال16، يمكن مصر اتمنى وتونس ما المره دي بقى حلفهمش. الدنيا تفوق معانا شويه في المغرب، تونس، الجزائر، يعني المغرب، اتمنى تونس. اتمنى الشمال الافريقي طبعا اللي هم الافارقه العرب اللي هم بيمثلنا طبعا احنا دلوقتي المغرب وتونس، بنتمنى لهم طبعا كل توفيق، ونتمنى ان هم يروحوا لابعد نقطه في البطوله، وان كانت يعني صعبه او شويه. السنغال وغانا والكاميرون، يعني نشوف حاجه افريقيه بس الكاميرون يعني. صعبه دلوقتي يعني، اه. يمكن بعيده شويه. انا شايف يعني يمكن السنغال يعني. بس غانا ممكن نشوف منها حاجه، فريق حلو. برضو غانا يعني في المشاركه دي مش احسن حاجه. يعني كانت ليها قبل كده في 2006 قدرت ان هي تروح لدور الثمانيه، وكانت ايوه. او هتخش دور قبل النهائي
يعني نيجيريا طبعا في 94 برضو لولا يعني يمكن خرجت من دور ال 16 بهدف باجيو في الوقت رشيدي ياكيني ده العصر الذهبي، ومانويل وفريندي وحاجات، لا وحاجات كبيره ومانويل وده لا 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 ومكاشي دانيال ومكاشي. مكاشي كان لا لا بجد ده يعني كان ده جيل احلى وقت ذهبي. بتاعهم عشان كده بقول لحضرتك يمكن واللقطه الشهيره بتاعت رشيدي ده ياكيني في رحمه الله عليك الشبكه دي، يا شيخ الله يرحمه. يمكن انا بقول لحضرتك يمكن ده جيل ذهبي، يمكن لسه شوف بنتكلم بعد 30 سنه واحنا لسه كلنا فاكرينه. أيوة. ولكن اقول لك يمكن احنا دلوقتي فاكرين الجيل بتاع 30 سنه ما نعرفش مثلا 7 8 لعيبه من الجيل الحالي اللي بيلعب. بالظبط حتى بالظبط. المنتخب الغاني برضو يعني مش في الصوره. انا شايف ممكن اكثر الحظوظ دلوقتي يمكن شايف المنتخب السنغالي يليه المنتخب المغربي. يمكن هم دول يعني اللي احنا نراهن عليهم المغرب وتوقعاتنا. في المجموعه السادسه اللي اه جايه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اه بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. برضو دي من المغرب يعني مجموعه امبريدكتبل برضه، ما ينفعش تتوقع لها ولا ينفع تتوقع لها؟ آه يعني خلينا نقول ان كندا دي هتبقى المركز الرابع. هي حاجه ما هو جديده يعني اصل بالنسبه لهم، مش كرواتيا وبلجيكا دول مربع الذهبي اخر بطوله. اه. يعني وبلجيكا مصنفه نمره 2 في في الفيفا. في العالم كمان اللي يعني بقول لحضرتك كرواتيا وبلجيكا يعني دول كانوا في المربع الذهبي في ايوه. اخر نسخه في المونديال. عندهم نجوم كبار يعني يمكن يعني مش عاوزين حتى يمكن شفنا المنتخب البلجيكي في مباراتنا اول امس مع منتخبنا الوطني واستطعنا ان احنا يعني نفوز عليهم ونقدم عليهم اداء عالي قوي 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 قوي. يمكن الكل تساءل يعني ازاي منتخب مصر امال بالشكل ايه؟ ده ايوه بعيد ومش امال ايه؟ موجود في المونديال صحيح. رب ولكن ضارة نافعة، الحمد لله على كل طبعا شيء. نقول الحمد لله. ولكن مجموعه برضو معقده جدا يعني. المنتخب المغربي اللي انا شايفه ان هو مع المدير الفني بقى الوطني وليد الركراكي اعتقد ان هم يقدروا ان هم يعملوا مفاجاه ويزاحموا كرواتيا كده مم. على الصعود مع بلجيكا يعني. طب خليني اسالك سؤال، العلم يقول ايه والقلب يقول ايه؟ العلم يقول بلجيكا وكرواتيا والقلب؟ طبعا. المغرب طبعا اكيد طبعا يعني يا رب، يا رب ان شاء الله، مين عارف. برضه هرجع اقول لحضرتك كل مباراه ليها ظروفها، ما تعرفش. ولسه بنقول زي ما قلنا تاني برضو يمكن افريقيا برضو عملت مفاجآت كبيره خلال المشاركات يمكن ال 30 سنه الاخيره. يمكن كانت البدايه يمكن شفنا منتخب مصر بيتعادل مع منتخب هولندا بقى اللي في الجيل الذهبي مونديال 90. فاكر حضرتك؟ شفنا طبعا شفنا يمكن ضربة الجزاء. كلنا كنا بنتخيل تمام. رحمه الله عليك كابتن محمود بكر بقى وعداله السماء عدالة واستاد السماء بتاعت باليرمو. الاستاد باليرمو، ايوه وشفنا طبعا. يمكن يعني الكلام الشهير او الجمل الشهيره بتاعته. لا كمان بقول لك شفنا ولغايه دلوقتي الكاميرون احنا حافظينها صم طبعا يعني، بس الحاجات دي كانت يعني واقع وكتاريخ لا يعني ما وبعدين تنسيش. كانت ستار التاريخ بالنسبه لنا يعني مش يعني لا يمكن يمحيه الزمن بسهوله يعني. وكابتن يمكن كانت مجدي عبد اجواء طبعا الغني وضربه الجزاء والهدف بتاعه. لا شفنا كمان رود خوليت وفان الاسماء باستن الكبيره دي. وريكارد اه. ولا ويعني وكومان وحارس المرمى لا شفنا حاجات كتير قوي. منتخب تقيل قوي وكان بطل اوروبا 88 واحنا بنلعبه 90 وان احنا تعادلنا معاه وعملنا كمان مباراه يعني عاليه جدا عملنا وده معلومات ما يديش كوره. لحضرتك مؤشر ان كل مباراه بيبقى ليها ظروفها، ده اللي- ممكن يحصل حاجه. وقبليها كابتن جوهري برضو كان و90 ليه فكر معين. الكاميرون كسبت برضو وفازت عليهم في المباراه الافتتاحيه. الكاميرون عملت وكسبت رومانيا في البطوله ويعني وعملت الرياضه يعني ملهاش كتير بالظبط كده بالذات يعني. وبعدين شفنا المنتخبات الافريقيه كذا اكتر من المنتخبات العربيه. لسه بنقول السعوديه كسبت بلجيكا والمغرب كسبت البرتغال قبل كده وتونس كسبت قبل كده المكسيك والجزائر كسبت واحنا عملنا ايه مع وشفنا البرازيل في الماتشات اللي لعبناها لا معاهم في مباراه كاس القارات فاكر لا حضرتك؟ والماتش الاخير بتاع اول امبارح ده آه. قدمنا فيه كوره عاليه جدا جدا يعني. ده احنا لو بنلعب يعني في كاس العالم بالاداء ده كانت مصر يعني تبقى مرشحه انها تعدي لغايه دور الثمانيه. لكن باذن الله اللي جاي احسن. ده نتمنى باذن الله تمنياتنا الكاس بقى ان شاء العالم اللي الله ان جاي، شاء ان الله شاء يكون الله لنا. نطمن بس ونركز خصوصا كده ان الفتره اللي كاس جايه. العالم اللي جاي البطوله تقام بقى بعدد 48 فريق يبقى في 9 مقاعد في ونص فرص طبعا. لقاره افريقيا. اعتقد ان احنا مش مستحيل يعني 9 مقاعد ونص لافريقيا ومصر تكون بره البتاع دي تبقى كارثه يعني. ان شاء الله. طب سريعا عشان ما عنديش وقت، اللي بعده المجموعه السابعه، البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. آه طبعا البرازيل مفيش كلام. تمام. مش هنتكلم عليها هنقول البرازيل في صداره المجموعه. تمام. المركز الثاني بقى هيتارجح يمكن ما بين صربيا وسويسرا. سويسرا يمكن منتخب يمكن في الظاهر كده ان هو بعيد كل البعد ولكن هو يعني منتخب واعد. عنده خبرات كبيره قوي. منتخب الصربي برضو منتخب مش هين ولكن اعتقد المنتخب الكاميروني هيتزايل المجموعه وكنا نتمنى له تمام. طبعا التوفيق. انا عندي دقيقه عشان نختم.
اخر حاجه المجموعه الثامنه البرتغال وغانا واوروجواي وكوريا الجنوبيه. صعبه جدا. جدا. اه يعني دي المجموعه الناريه بتاعتنا، صح؟ يعني البرتغال قوي جدا، غاني قويه، اوروجواي غاني قوي جدا، كوريا الجنوبيه ما تستهينش بيها خالص. لا خالص جدا. لا اه لا انا يعني مش عارف ارتبهم، يعني عايز اخليكم بالامانه، لا يعني عشان مش عشان الوقت، ولكن بجد حتى يمكن الكل المنطقيه هقول البرتغال وكريستيانو، يمكن الدوافع على كريستيانو البرتغال في اكتر من نجم. ايوه. برضو كريستيانو عاوز ينهي حياته، خصوصا بعد ان هو بيعاني معاناه عنده شديده مشاكل مع في مع مع مانشستر طبعا. مع المان سيتي، مانشستر يونايتد. ولكن كمان عاوز ينهي البطوله الوحيده اللي ما خدهاش او ما فازش بيها، هي ايوه. بطوله كاس العالم، زيه زي ميسي. ولكن ما نقدرش نقول اوروجواي تروح فين، غانا تروح ولا فين، كوريا تروح فين. ولا حتى كوريا. يعني كوريا ده عضو دائم في كاس العالم. تمام. فاعتقد يعني معقده جدا المجموعه دي. تمام. بكره عندنا 3 مباريات مهمه جدا، السنغال وهولندا في المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه انجلترا وايران، والمجموعه الثانيه برضو امريكا وويلز. نتمنى ان احنا نستمتع بكره باذن الله بالمباريات. اشرف باشا، انا بشكرك شكرا انا جزيلا كنت سعيد مع نورتني. حضرتك يا استاذ حاتم، ونتمنى ان شاء الله نتقابل في حلقات جايه ان شاء الله. باذن الله. ان شاء بشكرك الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. الناقد الرياضي اشرف زوفح، ويمكن شرفنا النهارده، عملنا تحليل سريع كده لمباراه اليوم ولبعض ولكل المجموعات بشكل كبير وبعض الفرق. وكده تكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده مشاهدينا الكرام، ونشوفكم بكره ان شاء الله، وخليكم دايما معانا في فريق الملعب.